أهلا بكم يا سنة تالتة إعدادي. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض الترم الثاني وأول درس النشاط الزراعي وموارده في العالم. وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هينزل عليه أسئلة مهمة. هسيب لك الرابط في أول تعليق. هنشرح المنهج بالكامل، والمنهج سهل وبسيط، بس انت تابع معاي وذاكر وإن شاء الله هيبقى منهج الدراسات سهل جدا. منهج الجغرافيا بيتكون من وحدتين. الوحدة الأولى الموارد والأنشطة الاقتصادية في العالم. الدرس الأول النشاط الزراعي وموارده في العالم اللي هو درسنا النهاردة. الدرس الثاني الرعي والثروة الحيوانية والسمكية في العالم. الدرس الثالث النشاط التعديني في العالم. الدرس الرابع النشاط الصناعي في العالم. دي الوحدة الأولى. درسنا النهاردة النشاط الزراعي وموارده في العالم. النشاط الزراعي من أقدم الأنشطة الاقتصادية اللي عرفها الإنسان. عرف الزراعة منذ 5000 سنة. ما دام موجودة الزراعة وعرف الزراعة، عرف الاستقرار في الأراضي الخصبة اللي هي على ضفاف النيل. أهمية النشاط الزراعي. النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم، لأنه واحد يمثل مصدرا رئيسيا. 2 ترتبط به تربية الحيوان. 3 من النشاط الزراعي اللي هو مصدر مهم جدا للمواد الخام الزراعية اللازمة لبعض الصناعات. يمثل مصدر رئيسيا لغذاء الإنسان بجانب الأسماك والحيوانات. ترتبط به تربية الحيوان، ويعد مصدرا مهما للمواد الخام الزراعية اللازمة لبعض الصناعات، زي محاصيل الألياف. محاصيل الألياف اللي زي القطن، وزي الكتان والجود. القطن دي طبعا اللي بنصنع منه المنسوجات، والكتان برضه بنصنع منه المنسوجات، والجود دي زي القطن. كلهم يدخل في صناعة المنسوجات. هم الثلاثة. من النشاط الزراعي ومن الزراعة برضه المطاط، لأن دي أشجار. المطاط الطبيعي ده بيزرع برضه، وبتطلع منه حاجات سائلة، وبيضيفوا عليها حاجات مواد تانية، وبيصنعوا منه العجل، إطارات السيارات. يبقى يدخل في صناعة إطارات السيارات. يبقى أهمية النشاط الزراعي. 1 يمثل مصدرا رئيسيا لغذاء الإنسان بجانب الأسماك والحيوانات، وترتبط به تربية الحيوان، لأن بالزراعة الحيوانات بتتغذى على المزروعات. 3 مصدر مهم للمواد الخام الزراعية اللازمة لبعض الصناعات. طبعا محاصيل الألياف والقطن والكتان والجود دي بنصنع منها المنسوجات. المطاط الطبيعي بيدخل اللي هو برضو أشجار دي، وبناخد منها المطاط الطبيعي اللي هو لونه أبيض كده، بيضيفوا عليه في المصانع مواد أخرى، وبنعمل منه إطارات السيارات. النشاط الزراعي كل قارات دول العالم تقريبا عندها نشاط زراعي، وبينقسم النشاط الزراعي إلى إلى نوعين. في الزراعة البسيطة والزراعة المتقدمة. الزراعة المتقدمة دي بتنقسم إلى جزئين: الزراعة الكثيفة
وفي الزراعة إيه؟ التجارية والعلمية. والزراعة البسيطة دي بدائية، يبقى الزراعة البسيطة البدائية. ينقسم النشاط الزراعي إلى قسمين: الزراعة البسيطة البدائية والزراعة المتقدمة. والزراعة المتقدمة تنقسم إلى الزراعة الكثيفة والزراعة التجارية والعلمية. هنتعرف على 3 حاجات، خد بالك معاي. هنتعرف على المساحات المزروعة، والآلات والأدوات، ونتعرف على العمالة، خصائصها وأماكن انتشارها، وأهم محاصيلها. أول حاجة الزراعة البسيطة اللي هي البدائية. ضيق الزراعة البسيطة ضيقة في المساحة، ضيق المساحات المزروعة وتباعدها عن بعضها. يعني تلقى في كل مكان هنا حتة مزروعة، وبعيد شوية حتة تاني مزروعة، وبعيد شوية حتة تاني مزروعة. يعني في تباعد، وتباعدها عن بعضها. الزراعة الكثيفة صغر مساحة الحقول الزراعية. الزراعة الكثيفة اللي هي من الزراعة المتقدمة، يعني زراعة الأرض أكثر من مرة في العام. يعني ممكن يزرع مرة و2 بهدف إشباع حاجة السكان المحليين. هو مش هيصدر، يعني السكان المحليين اللي هم في البلد بس، لكن لا مفيش تصدير. إشباع حاجة السكان المحليين من الغذاء، لأنه الاستهلاك المحلي فقط بس، وعادة ما توجد في المناطق كثيفة السكان. أما الزراعة التجارية فهي واسعة. الزراعة التجارية دي اقتصادية، ناس عاوزة تكسب، بتزرع مساحات واسعة عشان تعمل عملية تصدير، يبقى تتم في مزارع. يبقى الزراعة البسيطة ضيق المساحة. أما الزراعة المتقدمة اللي منها الزراعة الكثيفة صغر مساحة الحقول الزراعية. أما الزراعة التجارية والعلمية فهي واسعة، مزارع كبيرة واسعة. الزراعة البسيطة البدائية بيستخدم فيها أدوات بدائية. يستخدم فيها يستخدم فيها أدوات بدائية زي المحراس، وزي اللي هو بيركبوا فيه البقرة، بياخد محراس وليها أمشاط كده، وتمشي البقرة وتحرث الأرض. يبقى يستخدم فيها أدوات بدائية بسيطة. يستخدم فيها أدوات بدائية بسيطة. أما الزراعة الكثيفة اللي هي من الزراعة المتقدمة فهي يصعب فيها استخدام الآلات والميكنة الزراعية. ليه؟ عشان صغر مساحة الحقول مساحتها صغيرة، فيصعب فيها استخدام الآلات والميكنة الزراعية. أما الزراعة التجارية والعلمية فيستخدم فيها طبعا يستخدم فيها أحدث الآلات وكل ما تتخيله من تكنولوجيا فيها. أحدث الآلات
الزراعية والطرق العلمية إيه الحديثة. الزراعة البسيطة البدائية يعمل بها إيه عدد قليل، خد بالك من عدد قليل من سكان العالم. لكن الزراعة المتقدمة اللي منها الزراعة الكثيفة فإنها تتطلب أيدي عاملة وفيرة. ليه؟ عشان بتحتاج بذر حبوب والري وتنقية الحشائش، بيشتغل فيها عدد كبير من العمال. أما الزراعة التجارية والعلمية قلة التكاليف، قليلة التكاليف، لأن المكن شغال فيها والآلات الحديثة، يبقى أدى إلى قلة التكاليف وقلة العمالة، لأن أدوات حديثة. أماكن انتشارها الزراعة البسيطة البدائية في المناطق الحارة، وبعض بعض مناطق حشائش السافانا. أما الزراعة الكثيفة في المناطق المناطق الحارة والمعتدلة. الزراعة التجارية والعلمية أماكن انتشارها في أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا. الزراعة البسيطة البدائية في المناطق الحارة اللي هي على هوامش الغابات الاستوائية، وبعض المناطق حشائش السافانا. أما الزراعة الكثيفة فهي في المناطق الحارة والمعتدلة. أما الزراعة التجارية والعلمية فهي أماكن انتشارها في أوروبا، أمريكا الشمالية، جنوب شرق آسيا. في أوروبا القمح، تزرع القمح. أما في أمريكا الشمالية اللي هي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بيزرعوا دول القمح والقطن. أما جنوب شرق آسيا فبيزرعوا المطاط والشاي. أهم محاصيلها الزراعة البسيطة البدائية اللي هي الذرة، الموز، الكثافة اليام. كثافة دي زي البطاطا كده، شكل البطاطا، وبيصنع منها الخبز برضه. واليام اليام ديتي ضرنات تشبه زي البطاطا، تجفف وتطحن لصناعة الخبز في عدد من دول قارات أفريقيا مثل غانا ونيجيريا. الزراعة المتقدمة اللي هي منها الزراعة الكثيفة والزراعة التجارية العلمية. الزراعة الكثيفة اللي هي القمح، مثل القمح والأرز والقطن. الزراعة التجارية والعلمية المطاط والشاي. يعني ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي على الزراعة البسيطة والبدائية تتميز الزراعة نقط بضيق المساحة المزروعة وتباعدها عن بعضها. يبقى تتميز الزراعة دي الزراعة البسيطة بضيق المساحة المزروعة وتباعدها عن بعضها. بكده خلصنا شرح الجزء الأول من الدرس الأول، النشاط الزراعي وموارده في العالم. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وشارك الفيديو مع أصحابك وأي حد تعرفه تالتة إعدادي. وإن شاء الله قريبا جدا الجزء الثاني. كان معكم مستر رفعت من قناة تفوق في الدراسات الاجتماعية.